بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفقيدنا الطالب للعلم السهل السمح الطيب المعشر ارتقت روحه إلى بارئها وهو طالب للعلم، فقد جاء بالأثر: إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد. وكذلك جاء بالأثر من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام، فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة النبوة. ونحن نستشعر بوجود فقيدنا المرحوم خلال أجواء ذكراه المباركة هذه، وخاصة عندما نشاهد طلابه بيننا جالسين يحيون ذكراه، فهنيئا له هذه الصدقة الجارية. رغم لوعة الفراق وآلامه، ورغم لوعة البعد وناره التي لا تطفأ، فأنت في هذه الدرجات نطمح منك الشفاعة يوم الميعاد. عندما تتحرك المشاعر ويموج القلب بإحساسه، فخير ناطق وخير مترجم في تلك المواقف هو الشعر. فكما عودونا شعراء الكفل بمواقفهم المشرفة الذين شاركوا أهلهم بأفراحهم وأحزانهم وتغنوا بكلماتهم المعطاءة وأفاضوا علينا من جمال حروفهم، جاءوا اليوم ليتركوا بصمة الوفاء لفقيدنا، فليعتلوا صهوتهم ويملوا علينا ما جادت به قريحتهم. الكبير والمخضرم والمعطاء، صاحب الكلم الطيب والحضور الجميل، شاعرنا المبدع دوما وأبدا عباس المسلماوي، نطلب منه المشاركة في محفلنا هذا، فليتقدم مشكورا منفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. وآل أبو هضير العزيز. اللهم صل على محمد وآل محمد.